في نقطة لو ما خدتش بالك منها وانت بتشتري شقتك ممكن تتحبس. دلوقتي وانت بتشتري الشقة من اي مطور عقاري او اي شركة عقارية بيطلب منك انك تعمل بقية الاقساط في شيكات بنكية، تسلمه شيكات بنكية بقيمة بقية الاقساط. في الحالة دي طبعا الشيك بيكون منزه عن اسبابه، والشيك محمي بقوة القانون. يعني انت لو جيت اتأخرت عن دفع اي قسط لاي سبب من الاسباب ممكن يحطوا الشيكات دي يرفعوا عليك قضية جنحة شيك بدون رصيد، وفي الحالة دي يا الدفع يا الحبس. طيب انا في الحاله دي لو الشركه اصرت انها تحط الشيكات في التعاقد وان انا عايز الشقه دي، احمي نفسي ازاي؟ هقول لك. في الحاله دي هتحط الشيكات في العقد وتثبت الشيكات وارقامها في العقد، لان في الحاله دي الشيك اتحول من اداه وفاء لاداه ائتمان. ولو الشركه جت انت اتاخرت عليها ورفعت عليك قضيه ان انت ما دفعتش او عندك شيك بدون رصيد، في الحاله دي ترفع عليهم انت قضيه خيانه امانه، لان الشيك مثبوت في العقد ان انا بدفع الاقساط الخاصه بالشقه اللي انا هستلمها في الوقت الفلاني بشيكات بنكيه. فلو اتاخروا عن التسليم، لو وقفوا انشاءات، لو ما سلمكش في الميعاد اللي قال لك عليه، من حقك ساعتها ما تدفعش.